حبيبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي بقى هنبدأ يومنا بالتفاؤل والرزق لينا ولكم جميعا. دلوقتي بقى هنبدأ يومنا طبيعي زي اي بيت كده. الصبح بقى هتقومي تشوفي اللي وراكي وتعملي ايه، واذا كان اكل هتعمليه، كل ده اليوم الطبيعي والروتين لينا كده. بقى انا هعمل ايه؟ انا بقول لكم ان انا هسلق لحمه واعمل فاصوليا خضراء ورز. هنبدا بقى. اللي انا حطيت الحله اهيت هنسلق اللحمه. اللحمه بصوا يا جماعه، ان انا بحب ان انا اسلقها، ما بحبش ان انا احطها في الفاصوليا على طول. ممكن ان انا اديها نص غلوه كده واشوحها ومش عارفه ايه، وبعديها احط عليها الطماطم وبعديها احط الفاصوليا. لا، انا ما بحبش كده. انا بحب اعمل الشوربه لوحديها والفاصوليا لوحديها، بقوم حاطه اللحمه والشوربه على الفاصوليا بعد ما تتسلق. على اساس برضو في شوربه، اللي عايز يشرب شوربه ممكن نعمل شويه لسان عصفور، ممكن نعمل حاجه جنبها شويه ملوخيه ولا حاجه هتبقى موجوده. دلوقتي ايه، حاطه اللحمه الميه تغلي على النار، وبعمل الطماطم اهي في الخلاط عشان هاخد معلقتين للشوربه، عشان ما بحبش احط الطماطم سليمه فيه. كتير منكم بيحبوا يحط الطماطم سليمه في الشوربه. انا بحب احط طماطمتين كده اللي هما يكونوا مضروبين في الخلاط، معلقتين يعني. هتشوفوا معايا كل حاجه، وما تنسوش بقى تحطوا اللايك، كومنت حلو منكم. بصوا بقول لكم، لما الميه تغلي هنقوم ساقطين بقى الايه، اللحمه والبصلايه والجزرايه. على فكره الجزرايه حلوه قوي يا جماعه، لما بتحطوها في الشوربه بتدي طعم حلو قوي وبتشيل اي ريحه اي زفاره. بقول لكم بصوا استنوا، وهنرجع ايه نحط. بقول لكم الجزرايه هنحطها ونحط اللحمه. هنحط بقى اللحمه، هنحطها وبعدين نخرط عليها البصله، بنقطعها 4 ونسيبها فيها بقى، ونحط فلفل اسود بس ونسيبها تغلي. اول ما تغلي نهدي النار على نار هاديه، تاخدي احلى شوربه على نار هاديه. نار هاديه بتديكي طعم الشوربه تحفه يا بنات، تحفه. جربوها سواء لحمه فراخ بط اي حاجه، لازم تدي اول غلوه وبعد كده ايه تهدي النار، وطي النار خالص. بقول لكم حطيت ايه فلفل اسود، وهغطيها وهدي النار بقى عليها كده بس. والفاصوليا اهيت غسلتها، قمعتها. لا لسه هقمعها اهو. اللي هي بتقطعيها من اولها ومن اخرها كده، الحته اللي هي بتبقى الزياده فيها ديت بتشيليها و... وبعديها بتغسليها. بعدها بتغسليها وبعدها بقى بتقطعيها بقى زي ما انت عاوزه. اقول لكم هقطعها واجيلكم. بصوا الشوربه تحفه 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 يا جماعه. متفكروش ان هي حمرا كده صلصه ولا الكلام ده، لون احمر كده، لا. ده انا عشان لسه حاطه معلقتين الطماطم. تغلي بس غلوه كده، وهنوطي عليها ونسيبها بقى على نار ورا كده هاديه، تاخدي احلى شويه شوربه. والفاصوليا شطفتها اهي، هروح بقى اقعد اقطعها وارجع لكم بقى تاني. دخلنا بقى ايه، قطعت الفاصوليا كده. انا كنت قطعت الفاصوليا والشوربه على النار. قلت بقى ما ايه اشوف الليفينج ده بقى ايه اروقه. فتحت الشباك يهوي واعدل الركنه دي. عيالي بيبقوا قاعدين فيها بالليل، فايه بيبقوا مبهدلينها كده زي ما انتوا شايفينها كده. كل واحد بقى بيخش على السرير لما يجي النوم وبيسيبوها. الصبح انا بقى بقوم بروقها بقى. بقول لكم اللي انا هجيب عود بخور. بصوا المسطره بتاعت ابني مؤيد الصغير اللي هو في كيجي ده، في كيجي 2. ربنا يهديه ويصلح حاله. ده اخر العنقود بقى، بس مجننا بقى في البيت الصراحه. انا عدت البخور
عود بخور هو اللي لقيته الاخير، لقيت كله خلصان، ما لقيتش الا الصغير ده. قلت مش مهم، هيسد مكان لحد ما نجيب. اه، قفلت بقى الشباك، هقفل الشباك هشيشه كده، واعدل بقى الستاره واطفي النور واروح بقى اكمل بقيه اكلي. ادي اهوت. يعني انا ما بحطش الاكل على النار وافضل جنبه كده، لا، بحطه وبعمل اي حاجه ايه جنبه. يعني انا روقت اوضه الليفينج وطبقت، لميت غسيل وطبقته ورصيته في الدولاب، وكل ده الاكل على النار. اسيب الاكل على النار واروح اعمل حاجه جنبه. لازم كده ايه تشغلي نفسك، ما تقفيش على الحاجه، عشان ما يخش حد بيتك ولا يخبط عليكي يلاقيك عندك كل حاجه، بيتك متروق واكلك معمول وتبقي زي الفل. اهو جيت اهو المطبخ بقى اعمل بصلايه عشان الفاصوليا. قلت اخرطها بقى، مش لازم أنا انزل الكبه واشغلها على بصلايه. قلت في السريع كده انا هعملها على ايدي، مش مستاهله يعني. اه، مش هتاخد اي حاجه، هي بس البصلايه بمعلقه سمنه وحبه زيت صغيرين وبتعمليها. قولي لي بقى مين بيحط توم على على الفاصوليا؟ انا ما بحبش احط لها توم، انا بحب اعملها كده من غير توم. فبكتبوا لي بقى كده، شوفوا مين بيعملها بتوم ومين ما بيعملهاش، وانهو الحلو بقى معاكوا، يعني انهو اللي انتوا حبيتوها اكتر، بتوم ولا من غير. بصوا يا جماعه، اصل هو الاكل ده اذواق يعني. يعني بتعملي الحاجه اللي انت هتاكليها واللي على هواكي وهتعجبك. بصوا، اه، بجيب الزيت، تسرحوش كده، صلوا على النبي كده واستغفروا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اهو حط الطماطم. الطماطم على فكرة ديت انا مصفياها. بحب في الفاصوليا البسلة اي خضار بصفي له الطماطم. بس الصراحة في المحشي انا مش بصفي الطماطم، بعملها كده لان اصلا الخلاط عندي بيضرب الطماطم جامد، بيضربها ضربا مبرحة، يعني بص بيقطع نفسها من الضرب. فبتبقى كويسة. بس هو بس في الفاصوليا بسلة الخضار بالذات انا بحب اصفيها، عشان الصلصة تبقى صافية كده جميلة. اه، هغسل بقى شوية المواعين دول، مفيش اي حاجة تاني. هسقط الفاصوليا تغلي، بس واسقط الفاصوليا وازودها حبة شوربة، واحط اللحمة عليها تغلي غلوتين وخلاص. بعد كده هعمل الرز. الرز هعمله اللي هو محمر، اللي هو بتاخدي شوية تحمريهم وبتحطي النص التاني الباقي. ده بيبقى جميل يعني، مع ان انا بصراحة بحب الرز الابيض اكتر. عفوا يا بنات. اه، بصوا، الفاصوليا نحطها في الصلصة. اه، يلا كل واحد بقى يكتب لي هو بيتابعني منين وربنا يصلح حالكم جميعا يا رب. وقولوا لي بقى عندكم اولاد ايه في الامتحانات. انا الصراحة ما عنديش، انا كليات ولسه هيبتدوا كمان اسبوع. ربنا يصلح حالهم يا رب. بصوا الفاصوليا يا دوبك تغلي غلوتين، هنزودها شوية شوربة، نحط عليها اللحمة، وبعد كده نعمل الايه. اه، كل شوية ابني يجي يقوم يهزلي التليفون.
اهو الرز بقى هغسله واسيبه شويه عبال ما ايه الفاصوليا تغلي غلوتين، اقوم عامله الرز بقى، انقل الفاصوليا على العين اللي ورا، واقوم ايه اقوم عامله الرز. بصوا اكله سريعه وكويسه، ما خدتش وقت والله يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، استغفر الله العظيم يا رب. على فكره طول ما انتوا قاعدين كده تستغفروا وتصلوا على الرسول، والله يا جماعه بتزيل اي هم، وبتعمل الكرب، وبتفتح لك الرزق، يعني حلو قوي. يلا اشوفكم على خير ومع السلامه.